4 اخبار مهمين وحلوين لجمهور النادي الاهلي. اول خبر نقدر نقول بشكل رسمي رجع احمد عبد القادر للتدريبات الاساسيه مع الفريق، وكمان احتمال يشارك في الماتش اللي جاي. اللاعب دوت موهوب ولازم نستغله بدل ما يروح اي نادي تاني بيلبس ابيض ولا حاجه. تاني حاجه اشرف داري هندريه ونقول له مع السلامه يا حبيبي. خلاص اداره الاهلي قررت اللي هي تشوف له بيعه عشان هو واخد مكان اجنبي على الفاضي، وبين كل اصابه واصابه بيدينا واحده اصابه. فيا عم داري نفسك واتكل على الله. تالت خبر النادي الاهلي المفروض بيلعب النهارده ماتش ودي، بس احتمال ما يتذاعش على قناه الاهلي. ايوه بقى يا عماد يا نحاس، دور العجله وطلع لنا بترول. رابع خبر وده خبر مهم جدا، الاداره هتغير السيستم مع اللاعبين. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني من اخر كده اي نقط هتضيع مننا سواء تعادل او هزيمه او تعثر امام فريق كبير هيبقى في خصومات اعلى من الخصومات اللي كانت قبل كده في مرتبات اللعيبه، عشان اي لاعب يلتزم ويعمل اللي عليه بنسبه 100%. ولو وصلت معايا لهنا يبقى انت بتحبني، يبقى لازم تعمل لايك وسبسكرايب وبس كده.